السلام عليكم. الناس طلعت تقول لك خلاص فريرا مشي وساب الزمالك. هو فريرا كان بيدرب الزمالك اصلا؟ يا عم فريرا ماشي من بدري قوي. فريرا مشي من ساعه ما اسامه نبيه جه ومسك وكسب فيوتشر. فريرا مشي من ساعه ما الجهاز المعاون الاجنبي بتاعه مشي. الراجل عارف اللي هو على كف عفريت اي ماتش هيتقلش. الراجل عارف ان الشرط الجزائي هو اللي رابط نادي الزمالك. الراجل ده مش عبيط، هو مش خواجه يا باشا. مفيش بورنيتا خلصت. الناس دي اذكياء جدا وعارفه ايه الدنيا. الراجل ده ماشي من بدري وضيعنا وقت كتير وخلينا بقينا مركزنا الخامس وطلعنا من الكاس ودوري ابطال افريقيا طلعنا منها وخسرت كل حاجه عشان انت ضيعت وقت. الراجل كان معاك بجسمه لكن عقله مش موجود اصلا. الراجل ده عقله يوزن بلد. الراجل ده فعلا بروفيسير بس خلاص بقى مشتت مش عارف ينجح. هو عارف اللي هو خلاص مش هينجح والشرط الجزائي هو اللي عامل ازمه. كنت من ساعتها بقى تشوف نفسك بقى هتجيب مدير فني اجنبي، هتجيب مدير فني مصري، اسامه النبيه هيكمل. لكن انت ضيعت كل حاجه. الاداره ضيعت كل حاجه. ضيعت الدوري، بقت مركز خامس وبعيد جدا عن المركز الثاني، والمركز الاول صعب خالص. كاس مصر طلعت، دوري ابطال افريقيا طلعت، مستوى اللعيبه بقى تحت خالص. ضيعنا وقت كتير. كنا ممكن ندور بقى نشوف بقى مؤمن سليمان، هتجيب خالد جلال، هتجيب ميدو، الناس المحترمه دي كلها، هتجيب مدير فني اجنبي. لا، ضيعنا وقت كتير. بقينا خلاص مش عارفين نلحق. يعني انت يعني دلوقتي في الدوري يا رب اخلص افنش تاني. طب مين بقى اللي هينقلك من المركز الخامس بتاعك للتاني؟ ميدو مدير فني كويس بس مش شخصيه ميدو اللي تنقل اللعيبه دي. خالد جلال محترم مش شخصيته. مؤمن سليمان جيد مش شخصيته. الوحيد اللي يقدر ينقلك من النقله من الخامس للتاني هو حسام حسن. مع ان انا اعترضت على حسام حسن اما كان اسمه مطروح ساعه ايهاب جلال في مدير فني منتخب مصر. الراجل ده ناجح جدا، كان لعيب ناجح جدا حسام حسن ومدرب ناجح جدا. بس عيب واحد بس، هو العصبيه. العصبيه دي بصراحه ممكن تبوظ حاجات كتير قوي. ممكن تبوظ علاقات بين الدول لو بيدرب منتخب، وعلاقات هتبوظ بين الفرق لو بيدرب فريق. بس هو الوحيد اللي قادر ينجح مع نادي الزمالك في الوقت ده. اللعيبه دي مش عايزه يا باشا فنيات. اللعيبه دي تقيله واسامي بس عايزه شخصيه. عايزه واحد زي شخصيه حسام حسن من الاخر يكربكهم. اللعيبه دي عايزه اللي يكربكهم. وخلي بالك حسام حسن نجح اما كان بيدرب نادي الزمالك وهو بلعيبه مع احترامي ليها يعني مش مستوى عالي. نجح مع نادي الزمالك وعمل طفره. بالك بقى لو حسام حسن مسك ومعاه اللعيبه دي ومعاه الاداره اللي بتعرف تجيب فلوس. خلي بالك اداره الزمالك بتعرف تجيب فلوس، فيها عيوب كتير بس بتعرف تحل. بالك اما يكون معاك اداره تعرف تجيب لك لعيب كويس انت عايزه، تدي فلوس، تعرف تجيب فلوس وتدي مستحقات اللعيبه، وعندك لعيبه حلوه، لا هتعمل نقله. انا مش عارف ممكن بقى يعني الظروف بين حسام حسن ومرتضى منصور ونادي الزمالك اللي هو حسام حسن يدرب الزمالك تاني، مش عارف. بس هو الوحيد القادر اللي هو يطلعك من المركز الخامس ده او من المستوى الرديء والمستوى بتاع اللعيبه ده السيء لاجمل حاجه ممكن تشوفها. ولو انت لسه بتسمعني اشترك في القناه بقى وفعل زر الجرس واعمل لايك. سلام.